البنت دي ملهاش اهل، كل يوم نشوفها مع واحد شكل. ما هم دول بنات الايام دي اللي بيقولوا عليهم سبور، قطيعه تقطع السبور ويامه. طب والله الواحده مننا زمان لو شافت راجل بيبص لها كانت تتكعبل في هدومها وتبقى حته حوته، ولحد دلوقتي وحياه ابوكي. ايمان جت. حلوه، هي حلوه بس دي دندورمه. الله، عادل اهو. تلاقيه غرقان في المعاري. والله انت مالكي في الطيب نصيب. مين عادل ده؟ ده شاب لطيف وجنتي جدا. ومين المعري بقى؟ الله، ده انا كنت فاكراه صاحبك. اهلا يا عادل. اهلا ايمان. اهلا ليلى. اهلا عادل. كمان زميلنا في الشركه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تصور مش عارف مين المعري. يا سلام، غريبه قوي، ما حصليش الشرف. لا نعرفك بيه قوي. هو عضو في النادي؟ والتقييد دلوقتي بيستحمى. طبعا مش المعري. ما عرفتنيش بالاستاذ. عادل صفوت، اديب ومؤلف كبير. مره واحده؟ مال معانا في الشركه؟ لا، ده انت صعب قوي، بتقولك اديب مش مهندس. اتفضلوا. لا يا عم، انا عايز استحمى. تعالى معانا يا عادل. لا يا ستي متشكر. ما تيجي معانا يا عادل؟ انا هلعب شويه تنس. مع مين؟ الا الاقيه. انا هلعب معاك. طب يلا بينا احنا يا كمال. يلا. ما تنسيش تعرفيه بالميعاد. حياتك. مين الجدع ده؟ ده مهندس جديد عندنا في الشركه واسمه ابو لمعه. ابو لمعه؟ ما يقولش كلمه صدق ابدا. بكل اسف الصنف ده بيعجب ايمان قوي. ايه تقضيه وقت؟ لكن بالشكل ده ايمان مستهتره زياده عن اللزوم. انت ما تتصوريش قد ايه انا بتألم من الكلام اللي بسمعه عنها هنا. ومين في النادي ما بيتكلمش عن غيره؟ لكن الناس معذورين، مالهمش الا المظاهر. انت ما تعرفيش بيقول عليها ايه. عارفه، بس المهم انها محافظه على شرفها. وهي سمعه الواحده غير كلام الناس. بكل اسف بنات الايام دي مفهوم الشرف عندهم غريب جدا. عادل، انت بتحب ايمان؟ مش نلبس بقى علشان نلعب تنس؟ ايوه، دقيقه واحده لما اروح اغير هدومي. ليلى ارجوكي ادي الكتاب ده. كل دول يا سيدي مستنين ايمان. بنت ايمان دي جنيه. دي اكبر مستهتره في الدنيا دي للكل، بس لازم تستظهر. انت شفت عليها حاجه؟ ودي حاجه للشاف يا ابني. تنكتب؟ لا تنقري. والله الواحد مش مصدق. بكره تشوف بعينك وتصدق. وانا المحي. ايمان جت كره يا ايمان. عايزين كره يا ايمان. عايزين الكره. ايوه. طب اسمعوني كلكم عمالين. ايمان ايمان تعالى يا كمال، عندي كرول وريني الشقاوه. كرول قوي. ايه ده سعيد الحظ. برضه مش هصدق لما اشوف بعيني. بقول لك تجيلي عايم. ما انا جاي عايم بس في بحر الشوق. بطل بقى يا ابو لمعه. برضه مش مصدقاني؟ طب اثبت لك ازاي. تعالى نطلع السلم. يلا وننط. ايوه، امال هنرقص. يلا، انت خايف؟ لا ابدا، خايف من ايه؟ ده انا هسوي الهوايل. طب يلا وريني.
ودوس على ايه؟ اهي مناظر يا ثانيه. ننزل نستحمى يا بابا. اعوذ بالله، قله ادب، مسخره وكلام فارغ. ايه ده؟ انت هتقعد؟ اصل الجو هنا الطف من تحت. هو ده وقته؟ اقعدي بس ندردش شويه. قولي لي قبل، انت مستظرفاني بشكل وحش. بس يبقى هيحصل. ايه هتنط؟ لا، لما تنط انت الاول، ليديز فيرست. لكن انا عايزه اتفرج على الاستعراضات بتاعتك. اقول لك بصراحه، اصل جسمي واخد على ميه المانش. دمك شربت بشكل بجد. وبعدين خايف انط اعور حد من اللي تحت. اقول لك فضي لي الحمام كله وانا نط. بس كده. هوا وداع يا جماعه. ابو كمال هيعمل استعراض هايل. ابو كمال انا؟ الحقوني. 122 البوليس هناك ده. بوليس. الحمد لله اللي جت على كده. الحمد لله. تعيش وتاخد غيرها. سليمة ان شاء الله. سليمة ان شاء الله. اتفضل يا اتفضل. امال استعراض ايه يا كابتن؟ سليمة. خلاص سليمة ان شاء الله. اطمنوا مفيش حاجه. خضتني يا ابو كمال. انت ما بتعرفش تعوم؟ بعرف والله، ده انا بعوم هايل. امال جرالك ايه النهارده؟ ميداليات ايه بس؟ مش قلتلك جسمي واخد على ميه المانش. تاني. يا خوافه. ايه ما خضتيني؟ اما لو كان راجل بقى كنت عملتي ايه؟ يا لهوي، ده انا كنت موتي نفسي. ها البسين كان كويس؟ جنين. وابو لمعه هرب يعوم. ده غرق في شبر ميه. ما جيتيش ليه؟ ما انا كنت بلعب تنس مع عادل ده قاعدين طول النهار وطول الليل من غير اكل، بس يقرا كتب ويلعب تنس. عادل ابن حلال وبيحبك قوي يا ايمان. ما انا عارفه. وما دام انت عارفه ليه بتعملي كده؟ انا عايزاني اعمل ازاي؟ حاولي تحترمي شعوره وتعقلي شويه. ليه؟ هو انا مجنونه؟ لا، شعنون. سهر ورقص طول الليل وجري ونص طول النهار، ومصاحبه لك يجي 100 واحد. اسمعي، ما دام محافظه على شرفي ما يهمنيش حد. وسمعتك وكلام الناس. كلام الناس؟ ما دام انا بيني وبين نفسي كويسه وما بعملش حاجه وحشه، مالي انا ومال الناس؟ طيب ابقي قولي له الكلام ده بقى. هو مين ده؟ عادل. والنبي يا ليلى ما تجيبليش سيره عادل ده. ليه بقى ما جبلكيش سيرته؟ علشان شاب مؤدب ما هواش من شبان الايام دي، اللي لابس لي بنطلون محزه وقميص زي جيمس دين، ولا اللي منزل لي قصه زي الخنات. هم دول اللي بيعجبوكي. لكن عادل اللي بيحبك من قلبه مش عايزاني اجيب لك سيرته، مش كده؟ ما هو حبه ده اللي مخوفني. ليه بقى؟ ما اخبيش عليكي، انا كمان بحب عادل، بس هو متزمت قوي، لا يحب يخرج ولا يرقص ولا يسهر، لو بس يبحبحها شويه. تعرفي انا كان نفسي ينزل بسين معايا النهارده، مرضيش عشان لا معاك ابو لمعه. هو عادل فين دلوقتي؟ روح وساب لك الكتاب ده. يا دي الكتاب بقاله اسبوعين 3 بيترجاني عشان اقراه، بس مش هستفيد منه حاجه. ليه بس يا ايمان؟ ده كتاب كويس، الحريه الشخصيه ومفهومها عند المجتمع. قريت كتير جدا عن الموضوع ده وانت عارفه رايي كويس. رايك مش سليم. هو المجتمع بيتكون من ايه؟ مش من فرد، فلازم حريه الفرد تبقى من حريه المجتمع. بتتكلمي زي عادل تمام. تعرفي انكم لاقيين لبعض. يا ريت. الله يا جواب، وريني.
أعز من أحب، وإليك أعز ثقة أثق فيها رغم تصرفاتك الشاذة التي يفسرها البعض تفسيرات خاطئة. إنها جرأة أن أتحدث إليك عن تصرفاتك وعن خطأ مفهومك لحرية الفتاة التي تعطى إليها أو تعطيها هي لنفسها، ولكني دفعني إلى ذلك قدرة تفوق قدرة العقل، وأعني بها قدرة الحب. الحب الذي هو الحقيقة الوحيدة في هذا الوجود، الحب الذي بدأ مع أول لقاء بك في الإسكندرية، الحب الذي أشعل النار في كل شيء. أنا لا أقول ذلك لأطلب منك تضميد جرح أو إطفاء نار، وإنما فقط أطلب منك أن تقرأي هذا الكتاب الذي اخترته لك حتى لا تحترقي في الغد من النار التي تلعبين بها. إنني يا عزيزتي أحترق من أجلك، فما بالك إذا احترقت أنت؟ أنت بتعيطي؟ عندك حق، أنا كمان الكلام هزني، لكن عادل أديب وسمعته الكلام، لكن بيقول الحقيقة وبيحبك يا إيمان، وأنا لو رديت عليه هقول له إني بحبه، والنتيجة هتكون إيه؟ تفتكري ميولنا هتتفق مع بعض يا ليلى؟ أنا تفكيري في ناحية وهو تفكيره في ناحية تانية خالص، مش ممكن هنتقابل. يعني مش هتردي على جواب؟ هرد على جواب أقول له إيه؟ أقول له إن رأيه فيا صح وإن تصرفاتي كلها غلط؟ مش ممكن. أنا هرد بذلك يا إيمان. تردي ما ترديش أنت حرة. يلا بقى نروح، كمال والشلة متفقين معايا نسهر هناك النهارده. تاني؟ أيوة تاني، يلا بقى.